مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في تقرير خاص عن مباراة الوداد الرياضي واتحاد توارغا التي أقيمت اليوم ضمن الجولة 18 من الدوري المغربي للمحترفين. مواجهة مثيرة انتهت بفوز الوداد بنتيجة 2-1. بدأت المباراة بحماس كبير على ملعب العربي الزاولي. في الدقيقة 17 تمكن اتحاد توارغا من تسجيل هدف التقدم عبر لاعبه يوسف قجعي بعد تمريرة رائعة من محمد شملال ليتقدم الفريق الزائر بهدف مباغت، لكن الوداد لم ينتظر طويلا، ففي الدقيقة 23 حصل على ركلة جزاء نفذها محمد الرايحي بنجاح معادلا النتيجة. الشوط الأول انتهى بتعادل إيجابي وأداء قوي من الطرفين. في الشوط الثاني استمرت المحاولات الهجومية من الجانبين وسط تألق دفاعات الفريقين وحراس المرمى، ومع اقتراب المباراة من نهايتها تمكن المهدي مباريك في الدقيقة 87 من تسجيل هدف الفوز للوداد بتسديدة مذهلة أشعلت المدرجات وأهدت فريقه 3 نقاط ثمينة. بهذا الانتصار رفع الوداد رصيده إلى 30 نقطة ليعزز موقعه في المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري. في المقابل تجمد رصيد اتحاد توارغا عند 19 نقطة ليبقى في المركز 12. كانت هذه المباراة مليئة بالندية والإثارة حتى صافرة النهاية. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في تقارير أخرى من الدوري المغربي للمحترفين.